تعرفي ان الراجل ده تحديدا معجب بيكي. عايزه اعرف يا امان معجب بيا ولا لا، بدل ما اروح اتقلب على وشي واحبه وانا مش في دماغه وانا اسيبك. انت تعرفي عني ان انا اسيبك ولا افرط فيكي؟ تابعيني يا حبيبتي ومش هسيبك. I don't have time. رقم واحد، اول ما تتقابلي معاه في اي مكان ولا اي حته هتلاقيه بيتكلم بصوت عالي. هو في ايه؟ هو بيجعر ليه زي الجاموسه؟ لا مش كده الموضوع. هو كل الفكره بيعلي في صوته عشان يلفت انتباهك، مش اكتر. ان هو بيتكلم انا موجود، شوفيني انا موجود. فيعمل ايه بقى طالما ما فيش تواصل ما بينك وما بينه؟ عايز يلفتك يجعر زي الجاموسه ويعلي في صوته. ده رقم واحد طبعا. طب رقم اتنين يا امان، خشي عليا كده وقولي لي على طول. هتبصي تلاقيه بيعمل نمرة. عندنا في مصر بيعمل لقطة. لو انت تعرفي بقى الحوارات، هيبين ان هو مغرور، شايف نفسه، عنده كبرياء. هيعمل قدامك مواقف تبين ان الواد ايه، جنتل، مفيش منه اتنين، زي تامر حسني كده، واخده بالك، او محمد رمضان حبيب قلبي. المهم يعني في الكلام هتلاقيه بيبين قدامك كبرياء وغروره وبيعمل في النمر عشان يلفتك ليه قد ايه الواد ده هيركليز. هو ده اللي انا كنت مستنياه طول حياتي. هتبصي تلاقيه بيبص عليكي من تحت لتحت، واول ما عينك تيجي في عينه هتلاقيه ودى وشه الناحيه التانيه. دي مهروشه قوي يا جماعه، بيبقى شكلهم زي الزفت، ومع ذلك عادي. اللقطات اللي زي دي احنا بنفرح بيها. تلاقيه عامل كده، اول ما تيجي انت عامله له كده هتلاقيه عمل كده، فاهمه؟ اللي بعده هتبصي تلاقي كل حته بتروحي فيها تلاقيه قاعد فيها صدفه. وانا بموت في الصدف اللي زي دي بصراحه، ما اكذبش عليكي. ولكن يا حبيبتي تخشي كافيه تلاقيه، ايه الصدفه دي؟ تروحي الشغل تلاقيه، طالعه من المول تلاقيه. المهم ان هو هتلاقيه كتير قوي ورا بعض ورا بعض، بيظهر لك بطريقه اوفر مترتبه مع حد من صحابه او صحابك، او جايب الديتيلز. هيجيب رقمك والداتا بتاعتك، وما تساليش ازاي. الراجل لما بيعوز يوصل لواحده بيوصل لها. النقطة الأهم في المهم من الفيديو ده كله إحساسك. يعني إيه إحساسي؟ يعني أنت كست وإحنا كستات بنعرف. ما تمثليش. أنا صاحبة المحتوى، يعني ما فيش إنك تمثلي عليا. أنا بديكي الخطة وأنا عارفة بقول لك إيه. لو أنت حاسة إن الراجل اللي قدامك ده معجب بيكي فهو معجب بيكي، ولو حاسة إن هو مش في دماغه هيبقى مش في دماغه، ولو حاسة إن هو بيحبك يبقى هو بيحبك. في إحساس، في فيلينج يا جماعة، مشاعر. وإحنا كستات إحساسنا صح 100%. هتبص تلاقيه بيتلكك عشان يعمل كلام معاك. يعني لو في الشغل هتلاقيه يجي يقول لك هعمل نسكافيه، اعمل لك. عارفه الملزق اللي بيتلزق فيكي ده زي العسل كده، هتلاقيه لازق بغيره، بيتلكك على اي حاجه. هتنزلي صوره يعمل لك عليها كومنت، هياخد الاكونت بتاعك ويعمل لك فولو ويشيله. الاجواء دي، الخطط دي، كل ده لو حصل اعرفي ان هو معجب فيكي، وتخشي على خطه سحبه للبيت عشان يتجوزك. ما عندناش وقت للجري والروح والجاي. احنا وي دونت هاف تايم. على الكوشه على طول، وانزل بكتب الكتاب بظهرك.